السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم بعد غياب باش نقدم لكم واحد الوصفة سهلة ماهلة وعزيزة على كل المغاربة صغار وكبار. بسم الله، غادي نبداو. غادي نحتاجو كيلو ونص ديال السردين، يكون مغسول ومنقي ومحيد ليه الراس وداكشي القشور. راكم عارفين كيفاش تغسلوه كيف تشوفوا في الصورة. وبطبيعة الحال انا خديت كيلو ونص ديال السردين، والكمية اختيارية حسب عدد الافراد ديال الاسرة ديالكم. كيف كتشوفوا انا غسلته، كنفضل انا هاد الطريقة هادي. كاين اللي كيخليه بالقشور ديالو بالراس ديالو، انا ما كيعجبنيش بحال هكاك. كنفضل نغسلو بحال هكا وندخلو الفران، كيجي صحي وكيجي بنين بطبيعة الحال، كيعجب الوليدات الصغار وكيعجب حتى الكبار. دابا غادي نستف هذيك الكميه كامله ديالي في اللاطه اللي كتكوني غاسلاه من قبل ومخلياه يتسقطر باش يكون ناشف. صافي غادي نستفها بحال هكا في اللاطه، واللاطه ضروري تفرشوا لها ورق الزبده باش ما يلصقش لكم في اللاطه. صافي بحال هكا على هذا الشكل هذا. انا في هذه الاثناء هذه راه حطيت الفران ديالي يشعل باش يسخن، باش ندخلو ليه يكون الفران سخون. صافي غادي نستفتو كيف كتشوفوا، وغادي ندير ليه الملحه لانه هذا كيجي ساهل كفكره. الغدا تكوني مزروبه ولا هادي ديريها بالزربه كيوجد. صافي غادي نرشو بشويه ديال الملحه من الفوق، وغادي نخلط بايدي باش تدخل ليه الملحه من التحت ومن الفوق بحال هكا. كاين اللي كيفرش الملحه من التحت وكيدير ثاني الملحه من الفوق، ولكن انا ما كيعجبنيش، كيجي مالح بزاف. صافي الملحه اختياريه، بحال كدير غير شويه الله يجعل البركه. هو اصلا بنين، صافي كيجي ناشف بحال هكا. وبطبيعه الحال كتقدموه مع شويه، انا درت غير شويه ديال بطاطا مسلوقه وشلاضه وشويه ديال الباربه بحال هكا، كيجي زوين وغدا صحي وبسيط. يعني هذه كفكره كيمكن لكم ديروها هكا في الغدا بحال هكا. صافي انا درتو كيف كتشوفوا، دخلت ليه الملحه من التحت ومن الفوق مزيان. صافي وغادي نزيد نرش غير شويه من الفوق. صافي غادا ندخلو دابا للفران. صافي انا غادا ندخلو دابا الفران، ومن بعد غادي نرافقو كيف قلت لكم. غادي نرافقو ببطاطا مسلوقه ودرت لها شويه ديال المعدنوس من الفوق كيف كتشوفوا في الصوره. ها هو كيف طاب. ملي طاب خرجته من الفران كيجي بحال هذا الشكل هذا، كيجي ناجح وكيجي زوين بنين بنين بزاف صراحه. جربوه بهذه الطريقه هذه كيف قلت لكم، جربوه غادي يعجب وليداتكم وغادي يعجبكم، وكيجي صحي وكيجي بنين بزاف. انا دابا درت لي غير شويه ديال الحامض من الفوق، بغيت ندير الكمون ساعه لقيتو ساهله ليا. صافي درت انا الباربه حكيتها وشويه شلاضه، وهذا غدا كيجي بسيط وكيجي صحي ولذيذ. ونتمنى منكم الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وتخليو ليا شي تعاليق. واللي مازال ما متابونيش يتابونا ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. صافي انا درت سلاطه على هذا الشكل هذا، شويه مطيشه والخيار والباربه حكيتها انا خضره. كاين اللي كيسلقها، انا كتعجبني هكا خضره، كندير لها شويه المايونيز كتجي زوينه. صافي وبطاطا درت لها غير شويه المعدنوس، اصلا سلقتها في الماء مملح. ونتمنى منكم يعجبكم هذا لا فيديو، ويلقاكم بكامل الصحه والعافيه، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم، خليتكم على خير.